النادي الأهلي يتعادل مع صن داونز التعادل إيجابي 1-1 في الدقيقة 90، وصن داونز يصعد بمجموع المباراتين باحتساب هدف على أرض المنافس بهدفين لمصلحة صن داونز. كده صن داونز يصعد إلى النهائي. ننتظر ملاقاة اورلاندو بايرتس او بيراميدز، وانا اتمناها ان شاء الله بيراميدز باذن الله، يعني عشان ما حدش يقول بس الاهلاويه مش عايزين اورلاندو، لا مش عايزين بيراميدز، لا ان شاء الله بيراميدز باذن الله في النهائي، واتمنى ياخدوا البطوله باذن الله. بصراحة كولر عمل المباراة الأولى وأشدنا بيه وتمام. أنت بتلعب بره يا عم، أنت بتلعب بره، بتلعب بطريقة عايز تلعب جوه العب ب3-4-3، بس 3-4-3 هجومية، مش 3-4-3 برضه دفاعية. يعني هنفضل ندافع لغايه دقيقه 90؟ ما اكيد هي غلطه، مش هجمه منهم ولا حاجه، غلطه منهم وغلطه منك انت. ما انت وارد ده في الكوره مع كتر الضغط وكتر العصبيه اللي هم فيها وشده الاعصاب، وارد ان هو يحصل معاهم كده يا اخي. غير بقى من بدري، قفشه مسك نزل كوره اهو، مسك كوره نزل، جراديشار تعب، نزل وسام الشحات، طلع لاعب امام، قلت لك يا رب لاعب امام لعيب 8، خليه يدافع مع بقيه لعيبه وسط الملعب مع مروان، وطلع احمد رضا ونزل بن شرقي والناحيه التانيه طلع طاهر ونزل الشحات. هنمسك كوره بعد كده بقى طلع امام. انت لازم تستنى لغايه الدقيقه 90 والدقيقه 85 عشان تغير. ما اللعيبه دي بتتعب، اللعيبه دي بني ادمين بتتعب يا اخي، بتجيب اخرها. الناس يعني مش عارف انت عايز ايه، دي كل ما دي بني ادمين، وارد الغلط، وارد ان انا اكسل في هجمه من الهجمات عشان انا تعبت. غير للتعب، مش غير للتكتيك، مش التغيير للتكتيك. التغيير اوقات بيبقى للتعب، للمجهود البدني، المجهود الذهني. خلص عضلات رجله وقفت فمخه وقف، غير لكده، مش تغيير لان انت التكتيك شغال. لا، ما لازم هيحصل فيه كده. انت كان وارد يحصل معاك في المباراة الذهاب، عملوا ماتش حلو، جاي تفرمهم برضو تاني هم في نفس ماتش العودة. غير يا اخي من الدقيقة 60 يا اخي، غير. انت لو مسكت كرة من الاول نسيت بن شرقي الكورة يا اخي، حرام عليك، اقسم بالله حرام عليك والله اللي انت عملته فينا ده، والله العظيم. كنا رايحين لنهائي تاريخي، وكان هيبقى نهائي القرن بين الاهلي وبيراميدز. وبقول لكم البطوله دي زي ما قلت لكم قبل كده، ان شاء الله البطوله دي لبيراميدز، وبيراميدز مؤهل ان هو ياخد من بطولتين لثلاثه زي ما قلت لكم قبل كده. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا كولر، في اللي انت بتعمله فينا بما يرضي الله. والله مش عارف يعني، انت ما تنفعش بصراحة تكمل لغاية كاس العالم بما يرضي الله. انت ما تستاهلش الفرقة اللي جاية لك دي، ما تستاهلهاش، عشان انت بقيت جبان قوي، انت بقيت جبان بطريقة لا توصف.